السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم وقناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا للطيور. طبعا عارفين ان موضوع الطيور مش بيمشي كده بسهولة. لا، ده مشروع برضو بيكون فيه حاجات بتخسر الطيور. طبعا اكتر حاجة بتخسر فيها حاجتين اتنين، ان هم يمرضوا منك، ده طبعا بيكون خسارة جامدة ليكي. تاني حاجة ان تكون التكاليف بتاعتهم اكتر من الايرادات بتاعتهم. احنا في الفيديوهات بتاعتنا بنحاول ان احنا ما نكلفش في اكل الطيور قوي، عشان يكون ليها مصدر ربح او تكسبي منها. برضو موضوع الامراض لازم ناخد بالنا منه برضو، لان الامراض ممكن تربي والتربية تكون كويسة من كويسة وكده، لكن فجأة يحصل لهم امراض فيموتوا، فطبعا دي بتكون خسارة عليك. هنتكلم في الفيديو ده عن نوع من امراض الطيور. الامراض الطيور طبعا بتكون اقسام، في امراض بكتيرية وفي امراض تنفسية. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن نوع من امراض الطيور اللي هو مرض تنفسي. المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه مرض نيوكاسل. المرض ده صعب جدا لما بيجي للطيور بتاعتك. المرض ده بيكون ناتج عن ايه؟ لو انت ما استعملتيش للطيور بتاعتك وصفات كده تديهم مناعة ضد الامراض، فده بيحصل لهم مرض كده اسمه نيوكاسل. ده بيكون ناتج عن نقص المناعة المكتسبة. المرض ده بيسبب موت كبير قوي للطيور بتاعتك، يعني لا قدر الله لو جه للطيور بتاعتك ممكن يوصل نافق الطيور عندك نسبة 95%، ممكن يوصل 100%. مرض وحش جدا، اللي هو عبارة عن التهاب كده. ما بيكونش له اعراض واضحة على الطيور، ان هي تبان على الطيور او ان انت تشوفيها. ده ممكن كده الطيور بتاعتك كلها تموت وانت مش عارفة السبب، او تعتقدي كده ان ده موت مفاجئ. لا، ده مش موت مفاجئ، مش موت مفاجئ، لا ده موت ناتج عن مرض اللي هو النيوكاسل. انواع الطيور اللي اكتر عرضة للمرض المميت ده هي الفراخ. الفراخ دي اكتر عرضة من باقي كل انواع الطيور التانية. يعني الفراخ الرومي، الحاجات دي بتكون عرضة للمرض المميت ده، او بيجي لهم هم اكتر حاجة. يعني مثلا ما بيجيش للوز قوي، ما بيجيش للبط قوي، ما بيجيش برضو للانارب قوي. هو اكتر حاجة بيجي لها مرض النيوكاسل ده الفراخ. الفراخ البلدي، الفراخ الرومي، اكتر حاجة بيجي لها المرض ده. طبعا قلنا ان الفراخ بتكون اكتر عرضة من باقي كل انواع الطيور لمرض النيوكاسل المميت ده، اللي هو مرض نقص المناعة المكتسبة. طيب المرض ده العدوى بتتنقل كده من فرخة لفرخة تانية. العدوى بتتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الزفير. يعني مجرد نفس الطيور التعبانة بيعدي كل الطيور السليمة، مجرد النفس بس الزفير. بيجي برضو عن طريق البراز، لو انت ما نظفتيش تحت الطيور بتاعتك قوي برضو بيجي لهم المرض ده. المرض ده برضو ممكن ينتقل عن طريق العدوى عن طريق المية. يكون مثلا فرخة شربت من المية دي اللي شربت منها فرخة مريضة، فبيتنقل لها العدوى والمرض الوحش ده. عن طريق برضو الطعام الملوث برضو بينقل العدوى دي. بتظهر علامات المرض على الفراخ بتاعتك دي او الطيور بتاعتك او الطيور اللي انت بتربيها في مدة يومين لغاية 12 يوم. طبعا اكتر الطيور اللي بيتنقل لها المرض ده الطيور اللي صغيرة في السن، وخاصة الكتاكيت الصغيرة. لان انت مربية شوية كتاكيت بتكون اكتر عرضة للاصابة من غيرها. وبرضو بتظهر اعراض المرض دي زي النهجان، الاسهال المائي. تلاقي الطيور بتاعتك بتسهل كده، الطيور بتاعتك عمالة تنهج نهجان صعب عن طريق السعال، عن طريق الطفح الجلد على الطيور. طب في علامات كده انتوا بتعرفي منها ان الطيور ده عندها المرض الوحش ده او مرض النيوكاسل، المرض المميت ده.
اول مرض اللي بنسميه عامة الشوطة. تلاقي الطيور بتاعتك اعصابها كده زي ما يكون تعبانة، عندها الطيور كده تلاقيها بترتعش، عندها شلل في الأجنحة بتاعتها، الأجنحة بتاعتها مدلدلة كده، شلل في رجليها، مش قادرين يمشوا، مفيش نشاط، رقبتهم ملوية على جنب كده. يعني لو لقيتي الرقبة بتاعتهم ملوية على جنب كده وبيلفوا وبيدوروا دوران كده الطيور، ده بتتأكدي ان هم عندهم مرض النيوكاسل. يعني امراض كده، اعراض كده احنا بنعرفها او بنلاحظها، او ان انت لو واخده بالك من طيورك قوي فانت بتلاحظي الامراض دي. في الفيديو ده برضه هقولك على اعراض مرض النيوكاسل. مرض النيوكاسل ده اللي هو الشوطه، يعني تلاقي الطيور بتاعتك كلها بتموت، فبيموتوا انت بتقولي ده دي شوطه وجات للفراخ، لا ده هو مرض النيوكاسل. اعراض مرض النيوكاسل يعني لو عندك فراخ بتبيض، وزي ما قلنا ان اكتر حاجه بيجيلها المرض ده هي الفراخ. لو عندك فراخ بتبيض تلاقي الفراخ خلاص قطعت بيض نهائي. يعني لو الفراخ مثلا بتبيض 9 بيضات 10 بيضات ايا نوع ايا كان عدد البيض ده، ففجأة بقى بتلاقي ان الفراخ بتاعتك قطعت بيض نهائي، مفيش بيض خالص. طيب معدل الوفاة بالنسبة للطيور او النافق، لو جه للطيور المرض ده ممكن زي ما قلت في اول الفيديو ان هي ممكن تكون بنسبة 95%، بل ممكن تتخطى النسبة دي وتوصل لنسبة 100%. يعني تلاقي الطيور بتاعتك كلها ماتت. طيب احنا عايزين نتفادى المرض الوحش ده. قبل الإصابة بالمرض ده المرض الوحش ده هناخد إجراءات وقاية. يعني ناخد إجراءات الوقاية قبل ما يجي للفراخ المرض ده. ناخد إجراءات الوقاية عشان الفراخ بتاعتنا ما يجيش لها المرض ده. فناخد كده إجراءات الوقاية، إجراءات كده المفروض ناخدها قبل ما يحصل المرض الوحش ده اللي بيجي للفراخ، اللي بيقضي على الفراخ بتاعتك. إجراءات الوقاية دي الوقاية من المرض ده ممكن بتبقى عن طريق اللقاحات. اللقاحات كده بتكون مناسبة للفراخ بتاعتك. بتدي اللقاحات دي طبعا زي ما قلنا لأكتر حاجة عرضة للمرض ده، زي ما قلنا اللي هي الفراخ، الديوك الرومي، الحمام برضو، ده أكتر حاجة بيجيلها مرض النيوكاسل أو بتتأثر بمرض النيوكاسل دون. دول بس اللي بيكون لهم لقاحات ضد المرض ده. يعني مثلا البط والوز والحاجات التانية ما بيكونش لها لقاحات. الحاجة الوحيدة اللي بيكون لها لقاحات ضد المرض ده زي ما قلنا هي الفراخ، الرومي، الحمام. يبقى نحاول ندي للطيور بتاعتنا اللقاحات دي. طيب اللقاحات دي احنا بنجيبها منين؟ اللقاحات دي احنا لو اديناها للفراخ بتاعتنا او للحمام او للرومي، اللقاحات دي بتقيهم من المرض ده. اللقاحات دي بنجيبها من عند البيطري. اللقاحات دي بتعتبر وقاية من المرض ده. طبعا بجانب اللقاحات دي بنهتم بالغذاء بتاعهم، بنهتم بالاكل بتاعهم. دي حاجات كلها لازم نهتم بيها. نهتم بالاكل بتاعهم، نهتم بالشرب. ده كله برضو بجانب اللقاحات اللي بنجيبها من عند البيطري. في حاجة برضو مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها، ان انت لو لاحظتي اي طير عندك عنده مرض النيوكاسل ده، حاولي ان انت تعزليه عن بقية الطيور، تعزليه وتعالجيه. وحتى بعد ما يخف المفروض يفضل فترة كده في مكان لوحده لغاية ما تتأكدي ان هو خف تماما. بعد كده بترجعيه بقى للطيور تاني عشان موضوع زي ما قلنا موضوع العدوى. برضو نحاول ان احنا نطهر المكان بتاع الطيور كل فترة كده بمية وكلور نطهره. ممكن برضو ان احنا نقي الفراخ بتاعتنا عن طريق التطعيم. بنطعم حوالي 85% من القطيع بتاعنا ضد المرض ده. يبقى احنا بنعمل اجراءات وقائية ضد المرض ده عن طريق اللقاحات او عن طريق زي ما قلنا عن طريق التطعيم.
اللقاحات بنديها للطيور بتاعتنا في عمر 4 أيام من عمرهم. بنديلهم اللقاح ضد مرض النيوكاسل. مرض النيوكاسل يا جماعة مرض خطير جدا، لازم ناخد بالنا منه عشان نحمي الطيور بتاعتنا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.